تخيل كاس العالم بس مش 48 منتخب، لا، كل منتخبات كوكب الارض هتكون مشاركة فيه 211 دولة. كل واحد هيكون عنده فرصة متساوية ينافس على لقب المونديال في اكبر بطولة لعدد المنتخبات في التاريخ. قدامكم دلوقتي كل تشكيلة لكل منتخب في كوكب الارض. 211 منتخب حرفيا بيتعرضوا قدامكم في ثواني. كل علم هنا وراه جمهور وحلم مختلف، ومن ما بين كل المنتخبات دي هكتب توقعي في الظرف ده ومش هيتفتح الا في نهاية الفيديو. بس ازاي انا هعمل بطولة بالحجم ده وكله هيكون عنده فرصة متساوية انه يكسب كاس العالم؟ ركز معايا. ال 211 منتخب هنقسمهم الى 9 مجموعات، يعني المجموعة الواحدة ممكن يكون فيها 24 منتخب، هيتأهل منهم بس 7 منتخبات. فلو ضربنا 7 منتخبات من اصل 9 مجموعات هيبقى معانا الرقم 63. طيب ده رقم فردي، احنا عايزين كمان واحد هيتأهل افضل مركز 8 ويبقى معانا 64 منتخب هيخشوا برضو يلعبوا مجموعات، وبعدها هنخش للادوار الاقصائية لحد ما نوصل للنهائي ونشوف مين اللي هيكسب اكبر بطولة في العالم. والصراحة الفيديو ده المجهود فيه عالي جدا جدا واظن واضح ليكم، فعندي تحدي ان احنا نوصل 100,000 لايك على الفيديو ده لو بتحبوا فيديوهات كاس العالم وعايزين اكتر. ولو ما وصلناش 100,000 لايك فعادي احنا نقدر نوصل 10,000 مشترك. لو انتوا بتحبوا النوعية دي من الفيديوهات وعايزين اكتر، عايزين نخلي الاحصائيات تقول ان الفيديو ده لوحده جاب 10,000 متابع، فاضغط اشتراك حالا وقول لنا توقعك تحت في التعليقات مين اللي هيكسب، لان احنا هنروح للمجموعة الاولى. ولو خدت بالك ان المجموعة متقسمة على حسب الحروف، كل الحروف مع بعض. ايوه هي دي التقسيمة اللي هنمشي بيها على ال9 مجموعات. فخلينا نشوف مين اللي هيتأهل من المجموعة دي. 7 منتخبات بس هيتأهلوا رسميا، والثامن هيستنى يشوف هل هو الافضل ولا لا. كلهم هياخدوا فرصة، كلهم هيلعبوا قصاد بعض ماتش واحد. فخلينا نشوف مين اللي هيتأهل من المجموعة الاولى. المنتخبات خلاص كلها لعبت قصاد بعض 23 ماتش، وكل المنتخبات اللي قصادكم دلوقتي بيتعمل عليها اكس والعداد بدأ ينزل. البحرين للأسف طلعت، وال7 منتخبات اللي قدامكم دلوقتي هو اول المتأهلين للادوار الجاية، ما عدا انجولا هي الوحيدة اللي هتستنى وتشوف هل هي افضل 8 ولا لا. خلينا نروح للمجموعة التانية. المجموعة التانية برضو فيها 24 منتخب، اشهرهم البرازيل وكندا والكاميرون. كل المنتخبات قصادكم دلوقتي 24 منتخب. مين اللي هيتأهل ما بينهم؟ كلهم هيلعبوا دلوقتي قصاد بعض ماتشات كتيرة جدا، وانتهت دور المجموعات التاني. كل المنتخبات اللي قدامكم دلوقتي بيتعمل عليها اكس كلها لحد ما نوصل للمتأهلين. اول 7 مراكز رسميا اتأهلهم، اشهرهم البرازيل وتشيلي وكولومبيا وكندا. والمركز الثامن هيستنى ويشوف هل هيقدر ياخد المقعد ال 64. وحاليا المنتخبات عمالة تنقص، بقينا 179 منتخب. البطولة بدأت تشتعل. خلينا نروح للمجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة ودي مجموعة قريبة شوية لقلبي لأن فيها منتخب مصر، وللأسف في منتخبات صعبة بنفس الحرف زي انجلترا، ومنتخبات كتيرة جدا صعبة برضو زي منتخب فرنسا اللي جه على آخر منتخب رقم 24 بالترتيب. لكن هل منتخب مصر هيتأهل من ضمن ال 24 منتخب دول؟ اول 7 بس هم اللي بيتأهلهم والثامن بيستنى، وكل منتخب من دول هيكون ليه فرصة انه يتأهل لانه هيلعب ضد كل المنتخبات. وانتهت المجموعة الثالثة. زي ما انتم شايفين كل المنتخبات اللي قدامكم دلوقتي رسميا طلعت بره، وكل المنتخبات اللي قدامكم دلوقتي رسميا اتأهلت. مصر موجودة في المركز الخامس، واللي صدمني ان الدنمارك موجودة في المركز الاول. فال7 منتخبات دول كلهم هيتأهلوا مباشرة، والمركز الثامن هيستنى. خلينا نروح للمجموعة الرابعة، ورسميا دول هم اللي موجودين في المجموعة الرابعة. في عندك ألمانيا، في عندك
منتخب العراق ومنتخب ايطاليا. كل دول هينافسوا بعض دلوقتي، وهنشوف مين فيهم هيتأهل. 7 منتخبات بس هيتأهلهم، والمنتخب العربي الوحيد هو منتخب العراق. فهل هيقدر ينافس ضد ايطاليا وايرلندا والهند ومنتخبات تانية كتير؟ خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في المجموعة الرابعة. والماتشات اتلعبت، الهند خدت المركز 22. كل المنتخبات اللي قدامك دلوقتي رسميا طلعت بره. للاسف منتخب العراق طلع، كسبوا 5 ماتشات وتعادلوا كتير جدا 9 ماتشات، والمنتخبات الباقية دي كلها برضو طلعت بره. لكن ال7 منتخبات اللي قدامك دلوقتي هم اللي تأهلوا رسميا للدور الجاي. واليونان خدت المركز الاول عن المانيا وايطاليا، حاجة غريبة جدا. وطبعا المركز الثامن هيستنى دوره. ولحد دلوقتي المنتخبات عمالة تقل، من 211 وصلنا 147 منتخب متبقي. خلينا نروح للمجموعة الخامسة. المجموعة الخامسة اشهر منتخبات موجودة فيها هي اليابان والاردن، منتخب عربي. وكل المنتخبات اللي قدامكم زي كوريا الجنوبية والشمالية الاتنين جنب بعض، منتخب عربي برضو زي منتخب الكويت، ومنتخب عربي زي منتخب لبنان ومنتخب ليبيا. يعني كل المنتخبات دي قدامك 7 منهم بس هيتأهلهم من المجموعة الخامسة. وايوه احنا نبدأ دلوقتي الدوري يبقى فيه 23 منتخب بس، لان عشان كده نقدر نعمل 211 لو انت حسبتها. فمين اللي هيتأهل من المجموعة دي؟ فيها منتخبات عربية كتيرة جدا، ان شاء الله على الاقل واحد منهم. خلينا نشوف مين اللي هيتأهل منها. ودور المجموعات رسميا انتهى. للأسف بنودع منتخبات كتيرة جدا، من ضمنهم منتخبنا الشقيق الجار ليبيا، ومنتخبات تانية كتير من ضمنهم برضو منتخبنا الشقيق الكويت بيطلع بره، ومنتخبنا لبنان اللي خد المركز التاسع تخيل. لكن الوحيد اللي بيتأهل هو منتخب الأردن في المركز السابع. ودي هي المنتخبات اللي اتأهلت. معرفش ازاي كسوفو خد المركز الأول، لكن المراكز السبعة الأولى كلهم رسميا اتأهلوا من المجموعة الخامسة. خلينا نروح على طول للمجموعة اللي بعدها. وانا حاسه بدأ يبقى كاس العالم الحقيقي. معرفش ليه الأردن ومصر، لكن كل منتخب بياخد فرصته للمشاركة. زي مثلا منتخب كازاخستان أثبت نفسه وخد المركز السادس، واحتمال يكسب كاس العالم. فكله هيكون ليه فرصة متساوية للجميع. وحاليا فاضل معانا 131 منتخب، خسرنا 80 منتخب بحالهم، ولسه هنفضل نعيد ونكرر لحد ما يفضل واحد بس. فهل هو اللي مكتوب هنا؟ خلينا نروح على طول للمجموعة اللي بعدها. دي هي كل منتخبات المجموعة الستة. المنتخب العربي موريتانيا، مين اللي هيتأهل منها ومين اللي هيطلع بره. ورسميا كله لعب قصاد بعضه، وكل المنتخبات اللي قدامك دلوقتي من ضمنها المالديف، لو انت عايز تصيف هناك، كلها خرجت زي ما انتوا شايفين. وهل منتخب المغرب طلع بره؟ الإجابة على السؤال ده بلا، لان منتخب المغرب موجود في المركز الثالث. اللي انا مش فاهمه ان هولندا خدت المركز الخامس ونيجيريا الاول، لكن كل المنتخبات السبعة اللي قدامك دلوقتي خدت فرصتها واتأهلت رسميا. خلينا نروح للمجموعة اللي بعدها. المجموعة السبعة هي الاقوى لحد دلوقتي، لان فيها النرويج، عمان منتخب عربي، فلسطين ومنتخبات تانية كتير، ومعاهم بولندا والبرتغال ومنتخب قطر، ومنتخبات كتيرة زي روسيا وسان مارينو اضعف منتخب في العالم، والسعودية والسنغال. ومنتخبات قوية جدا في مجموعة واحدة بس، حظهم ان هم وقعوا قصاد بعض. فمين اللي هيتأهل من ضمنهم ومين اللي هيوصل وممكن يكسب كاس العالم؟ خلينا نشوف. وانتهت المجموعة للأسف، سان مارينو طلعت، وكل المنتخبات دي طلعت من ضمنهم عمان للأسف. وكل اللي قدامكم دول برضو طلعوا
طلعوا من ضمنهم منتخب فلسطين، وللأسف منتخب السعودية بيطلع هو كمان، والمنتخبات دي كلها طلعت بره. في مفاجآت كتيرة جدا، والمنتخب العربي الوحيد اللي اتأهل من المجموعة دي بالعافية هو منتخب قطر. وطبعا البرتغال اتصدرت المجموعة، روسيا كانت المركز الثاني، والسبعة الأوائل كلهم اتأهلوا رسميا، والعداد نقص أكتر وأكتر ونزل تحت 100. بقينا 99 منتخب. هل لك أن تتخيل؟ وهنفضل ننقصه لحد ما نوصل للبطل. وهل هو مكتوب هنا؟ خلينا نروح للمجموعة اللي بعدها. المجموعة الثامنة فيها الكثير من حرف الاس، الكثير قوي قوي قوي، زي اسبانيا. طبعا معنا الصومال والسودان منتخبنا العربي، وطبعا منتخب سوريا. هل سوريا هتتأهل؟ ومنتخبات تانية كتيرة جدا جدا جدا. ما نسيناش اي دولة في العالم كله، حتى الدولة اللي ناسية نفسها احنا جبناها. خلينا نشوف مين اللي هيتأهل منها، وهل في منتخب عربي يقدر يتأهل من المجموعة الصعبة دي. ورسميا كل المنتخبات اللي قدامكم طلعت بره، وللأسف الصومال طلعت، ومنتخب السودان للأسف طلع، ومنتخب سوريا خد المركز التاسع وللأسف برضه طلع. يعني كان فاضل له نقطتين بس ويتأهل. المنتخب اللي صعب بداله انا مش عارف انطق اسمه، لكن كل المنتخبات السبعة الأوائل اللي قدامكم دلوقتي متصدرهم منتخب أسبانيا رسميا اتأهلهم. وحاليا هنتوجه للمجموعة الأخيرة. المجموعة الأخيرة زي ما انتم شايفين، والمجموعة التاسعة. أنا تعبت في اختيار كل المنتخبات دي، لكن أخيرا خلصنا. عندنا منتخب تونس ومنتخبات تانية كتير زي تركيا والإمارات وأمريكا واليوروغواي، ومنتخبات تانية كتير زي ويلز ومنتخب اليمن. واخر منتخب في الحروف كلها هو زيمبابوي بحرف الزد. خلاص دول اخر المنتخبات، وهنبدأ في المنافسة القوية بعد ما كله يصفي وكل الكبار هيضربوا في بعض. فمين اللي هيتأهل من المجموعة دي؟ هل هيتأهل منها منتخب عربي؟ هل هتتأهل تونس او اليمن او الامارات؟ وانتهى دور المجموعات تماما. خلاص كده هنبدأ في ال 64 فريق قصاد بعض. منتخب اليمن للأسف خد آخر المجموعة للأسف، وكل الفرق اللي قدامك دي رسميا بتطلع بره. زامبيا وزيمبابوي الاتنين بره. والمفاجأة الكبيرة ان ويلز احتمال كبير هي كمان تطلع وتوجو تتأهل بدلها. لا، الإمارات اتأهلت، تونس اتأهلت، وكل المنتخبات السبعة في المراكز السبعة الأولى دلوقتي هم آخر المتأهلين لل 64 فريق. ورسميا العداد نزل ل 64. ايوه، لان احنا حددنا مين صاحب المركز الثامن كمان، واللي قدم احسن اداء في المركز الثامن. حاليا صفينا دور المجموعات وبقينا 64. خلينا نشوف الكبار كلهم قصاد بعض، يلا ونشوف مين اللي هيكسب اكبر تجمع كاس عالم في التاريخ. انا حاولت اعمل بطولة 64 منتخب واخترت 64 منتخب. تخيل قعدت ساعة اختار فيهم، وفي الاخر اللعبة عملت كراش. اللعبة طلعت بعد ما اخترت كل المنتخبات. فاحنا معانا حاليا 64 منتخب لسه موجودين، ومحتاجين نعمل ما بينهم تصفية ل 48 منتخب. فاكتر حل عادل فكرت فيه ان احنا نعمل 4 مجموعات، كل مجموعة فيها 16 منتخب، 4 بس هم اللي هيطلعوا بره. يعني انت هتلعب ضد كل المنتخبات دي، محتاج بس ما تروحش للمركز ال 13. فدي هي المجموعة الاولى. هل اللي اتأهلوا بالحظ ولا ممكن يكملوا؟ مين اللي هيتأهل فيهم؟ المنتخب العربي اللي معانا هو منتخب الجزائر، وفي منتخبات قوية زي الارجنتين وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي. 4 بس هم اللي يطلعوا. خلينا نشوف مين هم. كل المنتخبات اللي قدامكم تأهلوا. المنتخبات اللي طلعوا هم استراليا وكاب فيردي وارمينيا وبوركينا فاسو. كده من 64 وصلنا 60 منتخب. خلينا نشوف اللي بعدهم. المجموعة
المجموعة دي فيها منتخبات قوية جدا جدا جدا، 4 منهم بس هيطلعوا ومصر هتلعب. فهل مصر او حتى الاردن اتأهلوا بالحظ؟ خلينا نشوف مين ال4 اللي هيطلعوا من المجموعة دي. ورسميا انتهت والمنتخبات دي كلها اتأهلت، من ضمنهم منتخب مصر اللي خد المركز السابع، وكل دول اتأهلوا ما عدا جامايكا بره، غانا بره، وكازاخستان بره، وللاسف الاردن خدت المركز الاخير وما كسبتش ولا ماتش. فكده بنودع 4 منتخبات كمان وبيبقى معانا 56 منتخب. خلينا نروح للي بعدهم، والمجموعة دي برضو 4 هيطلعوا منها زي ما انتم شايفين. عندنا منتخبين عربيين قدروا يوصلوا لها، منتخب قطر وطبعا منتخب موروكو اللي انا واثق ان هو هيتأهل من المجموعة دي. 4 بس هم اللي هيطلعوا بره. مين هم؟ انا قلت ان انا واثق في المغرب، بس مش لدرجة انهم كانوا هياخدوا المركز الاول. المغرب عاملة اداء تاريخي وكل المنتخبات دي اتأهلت خلاص، لكن نورث مقدونيا وكوريا الشمالية ومالي، لكن الصدمة ان كوريا الشمالية طلعت، مالي طلعت، مونتيجرو طلعت، ولوكسمبورغ طلعت، وكده احنا نزلنا ل 52 منتخب. فاضل 4 بس ونقفل ال 48، وهيكونوا من ضمن المنتخبات دي اللي فيهم منتخب اسمه سورنيم. هل هو اتأهل بالحظ ولا ممكن يتأهل من ضمنهم منتخب تونس ومنتخب الامارات برضو موجودين؟ مين ال4 منتخبات اللي هيطلعوا بره؟ انتهت خلاص. دلوقتي هنودع كمان 4 فرق. كنا بادئين ب 211، وللاسف الفرق اللي هتظل معانا موجوده قدامكم دلوقتي، لكن للاسف اللي هيطلعوا هم توجو والامارات وسورنيم تونس اللي معرفش ازاي خدت المركز الاخير. فكده احنا بنودع 4 منتخبات كمان، وفاضل معانا 48 منتخب. مين فيهم هيقدر يكسب كاس العالم؟ خلينا نخليهم يقابلوا بعض كلهم دلوقتي، يلا. وحاليا حطينا 48 منتخب بنظام كاس العالم اللي هيتلعب ب 2026، لكن كل اللي وصلوا هنا خدوا حقهم، لعبوا اكتر من 30 ماتش عشان يقدروا يوصلوا هنا. ففي واحد بس منهم هو اللي هيكسب. وحاليا هنبدأ نشوف نتائج المباريات. بس الفرق اللي احنا بنهتم بيها زي منتخب قطر هيعمل ايه قصاد كندا؟ خسر. منتخب البرازيل هيعمل ايه قصاد اليونان؟ اكيد هيكسب، كسب 3-0. حاليا المغرب ضد اسكتلندا، مين اللي هيكسب؟ المغرب اتعادلت مع اسكتلندا. حاليا مصر عندها مباراة ضد البيرو، مصر محتاجة تكسب، مهم جدا. هل مصر هتكسب؟ خلينا نشوف. مصر خسرت 3-2. ايه ده؟ ميسي عنده مباراة ضد النمسا، هل هيقدر يكسبها؟ 3-3. قلت لك انا كاس العالم ده مختلف. كل اللي وصلوا هنا وصلوا ان هم لعبوا ماتشات كتيرة، تأهلوا من 30 ماتش او اكتر. حاليا الجزائر ضد نيجيريا. نيجيريا عملت اداء تاريخي في البطولة ده زي ما الجزائر عملت، والجزائر بتكسب بهدفين من ابو رياض محرز. حاليا المغرب ضد اليونان، من سيفوز؟ للاسف المغرب خسرت. مصر لو ما كسبتش البطوله دي انسوا انها تكسب، لان الماتش الجاي ضد بلجيكا. مصر ضد كوسوفو، مصر تعادلت. في الغالب مصر هتطلع من دول المجموعات في الغالب يعني. المباراه دي قويه جدا. اسبانيا ضد اليوروغواي، اسبانيا بتكسب 2-1. فرنسا ضد النرويج، فرنسا بتكسب. الجزائر محتاجه تكسب النمسا باي طريقه، لازم الجزائر تكسب. 0-0 للاسف. ما اعرفش المنتخبات العربيه هتكمل ولا ايه، لكن كريستيانو محتاج يكسب. كريستيانو بيتعادل. حاليا المجموعه الاولى الدنمارك والمكسيك عامله فيها اداء كويس. قطر للاسف مقدمه اداء سيء، لازم تكسب الماتش الجاي. المغرب لازم تكسب الماتش الجاي. المانيا عامله اداء كويس. اليابان مقدمه اداء تاريخي. ومصر لازم تكسب الماتش الجاي باي طريقه، وتخيل انه هيكون قصاد بلجيكا. الجزائر عامله اداء كويس جدا. فاضل جوله واحده وهنشوف مين اللي هيطلع بره. هيبقى معانا 32 منتخب. للاسف شكل قطر واحد منهم. حاليا البرازيل ضد المغرب، ماتش صعب قوي، من سيفوز به؟ المغرب تكسب البرازيل. المغرب جاي عشان تكسب البطولة دي. مصر ضد بلجيكا، مصر لازم تكسب الماتش، مفيش اي طريقة تانية. 5-2 على مصر، 5-2. في الغالب والله اعلم مصر هتكون من ضمن الفرق اللي هتطلع بره. ماتش مهم جدا. الجزائر ضد
الارجنتين. للاسف الارجنتين بتكسب 4-2، ورسميا بقى معانا 32 منتخب. في منتخبات كتيرة جدا طلعت بره، لكن المنتخبات اللي احنا مهتمين بيها وطلعت هو منتخب مصر ومنتخب قطر. للاسف الاتنين طلعوا بره، وحاليا دور ال 32 اللي هيكسب خلاص هيطلع التاني بره. بقالنا فترة عمالين نحاول ماتش والتاني والتالت في دور المجموعات، دلوقتي الادوار الاقصائية 32 منتخب، خلاص بقى 31 لان كندا طلعت هي كمان بره، بقينا 31 منتخب. دي هي الماتشات. ماتش البرازيل وهولندا جامد، ماتش المغرب والدنمارك، الجزائر وكرواتيا، البرتغال وانجلترا، ماتشات كتيرة جدا جامدة، وهنبقى 16 منتخب. واحد بس هو اللي هيكسب الماتش ده، انا كنت منتظره من زمان، المانيا ضد روسيا. من سافو روسيا تكسب 2-1، المانيا بتطلع بره. اللي توقع المانيا خلاص يعني دلوقتي زعلان جدا، لكن هل المانيا كانت مكتوبة هنا؟ حاليا ماتش هولندا ضد البرازيل، ناس كتير انا متأكد كتبت البرازيل في الظرف بتاعها، لكن هل انا كتبته؟ هتشوفوا في الاخر. البرازيل ضد هولندا، من سيفوز؟ هولندا بتخسر البرازيل. البرازيل اللي كتب البرازيل هنا خلاص رسميا خسر. البرازيل طلعت من دور ال 32. فرنسا ضد الكونغو الديمقراطية، من سيفوز؟ فرنسا ولا الكونغو؟ نهار ابيض، 5-0 5-0. المغرب ضد الدنمارك، صراحة عايز المغرب توصل لدور ال 16، فان شاء الله المغرب تكسب. يا سيمبونو، المغرب بتعملها، المغرب بتوصل لدور ال 16. الجزائر ضد كرواتيا، هل الجزائر هتقدر تكمل؟ هل الجزائر هتقدر تعملها؟ منتخب الجزائر عنده طردين، منتخب الجزائر للاسف بيواجه. كاس العالم بدأ يشعل، الكاس العالم خلاص بدأ يجيب اخره. البرتغال حاليا ضد انجلترا، من سيفوز؟ في ناس كتير بتحب كريستيانو، كتبت ان كريستيانو هو اللي هيكسب اكبر كاس عالم في التاريخ، من سيفوز؟ للاسف كريستيانو رونالدو بيطلع بره. البرتغال بتطلع، انجلترا بتكمل. حاليا اسبانيا والنمسا، اسبانيا ولا النمسا؟ مين اللي هيروح دور ال 16؟ اسبانيا بتكمل بهدف من لامين يامال. وحاليا الارجنتين، برضه ناس كتيره جدا كتبت الارجنتين، لكن هل الارجنتين هتطلع بره؟ الارجنتين مش هتطلع بره. 2-0 وميسي بيكتب الهدف بتاعه. منتخبات احنا كنا مهتمين بيها وطلعت، البرازيل والمانيا والبرتغال والجزائر للاسف طلعوا، وحاليا فاضل معانا 16 منتخب بس. دي هي مباريات دور ال 16. صراحة اقواهم فرنسا وروسيا، روسيا مقدمة اداء كويس. المغرب وكرواتيا ماتش متكرر هنحتاج نشوفه. اسبانيا وانجلترا ماتش مهم جدا. الارجنتين وبلجيكا ماتش قوي جدا. كولومبيا وجورجيا، دي كل ماتشات دور ال 16. المغرب الفريق العربي الوحيد اللي مكمل من 211 منتخب. روسيا وفرنسا الاثنين نفس الوان العالم، بس مين اللي هيكمل البطولة؟ فرنسا بتكمل، فرنسا بتوصل لربع النهائي. تخيل من 211 منتخب هنوصل لكام؟ حاليا المغرب وكرواتيا. صراحة انا عايز المغرب تكسب. هل المغرب هتعملها ضد كرواتيا؟ المغرب وكرواتيا، لا المغرب خسرت بضربات الجزاء. اسبانيا وانجلترا حاليا اللي هيكسب احتمال كبير جدا يكسب كاس العالم، اسبانيا ولا انجلترا؟ اسبانيا بتكمل، نيكولاس ويليامز مسجل هاتريك، وانجلترا بتطلع بره. حاليا اهم ماتش الارجنتين وبلجيكا، هل ميسي هيكمل البطولة ولا هيطلع زي كريستيانو؟ ميسي يا نهار ابيض بيتأهل بضربات الجزاء 5-4. كاس العالم بدأ يولع خلاص، وصلنا حاليا ربع النهائي. من 211 بقى معانا 8 فرق بس. خلينا نشوف مين هم. انجلترا والمغرب خلاص طلعوا، 8 فرق خلاص موجودين حاليا في ربع النهائي. اللي صادمني ان كلهم اوروبيين ما عدا 2 بس، الاثنين اللي هيلعبوا قصاد بعض الارجنتين وكولومبيا، الباقي كله اوروبا، الباقي كله. فمين اللي هيكسب؟ مش عارف ليه عندي احساس ان هي فرنسا، بس هل احساسي موجود في الظرف؟ خلينا نشوف برضه. فرنسا ضد صربيا، اللي هيتأهل هيوصل لنص النهائي. فرنسا بتكسب، قلت لك انا عندي احساس. حاليا اسبانيا والنرويج، اسبانيا ولا النرويج في نص النهائي. هالاند بيعملها وبيوصل لنص النهائي. اسبانيا خلاص بتطلع بره. حاليا الاثنين اللي من قارة واحدة، كولومبيا والارجنتين، والارجنتين بتكسب. مش مفاجأة الصراحة. فاضل معانا من 211 4 بس.
وهم فرنسا والنرويج، الارجنتين وهولندا. اول ماتش معانا هي فرنسا والنرويج، مين اللي هيكسبه؟ منتخب فرنسا. ما تقوليش ان في عاده لنهائي كاس العالم 2022، ما تقوليش. حاليا ما بين الارجنتين وهولندا، فاضل 3 منتخبات بس. مين اللي هيقابل فرنسا؟ مين اللي هيقابل لا، إعادة لنهائي كأس العالم 22. الأرجنتين بتكسب وبتعملها عشان تقابل فرنسا. ما تخيلتش ان احنا نوصل للماتش ده، النهائي الكبير. فاضل 2 بس. كلنا منتظرين اللحظة دي، لحظة مين اللي هيكسب المونديال، أكبر كأس عالم موجود في التاريخ. هل الأرجنتين هتكسبه ولا فرنسا؟ ده اللي احنا هنشوفه حالا. امبابي بيلعبها لكوندي، كوندي لديمبلي، ديمبلي يا نهار ابيض على العارضة. في فرنسا بوم، يا نهار ابيض. واو مستحيل هتنتهي كده في الدقيقة 110 من امبابي. هدف ال 211 منتخب بيجي بأقدام كيليان امبابي، وغفوة من ايميليانو مارتينيز. شوف امبابي لمس الكرة، بوم ايميليانو مارتينيز بيتفاجأ بالكرة من امبابي. هل هنالك عودة للأرجنتين أم فرنسا هي بطلة العالم من 211 منتخب؟ هل فرنسا أنا كتبتها؟ هل أنا كنت كاتب الأرجنتين؟ ده اللي احنا هنشوفه. دقيقة 115، آخر دقيقة بتعملها فرنسا. منتخب فرنسا من 211 منتخب بيطلع 210 وبيكسب كاس العالم، ومش ضد أي حد، ضد المنتخب اللي خسروا النهائي. بيكسب كاس العالم ضد الأرجنتين. فرنسا هي اللي بتعملها. الفيديو ده تعبني جدا، صورته على أكتر من 3 أيام تقريبا، لكن خلينا نشوف مين المنتخب اللي أنا توقعته. هل كان فرنسا؟ المنتخب اللي انا توقعته هو الارجنتين. يعني كنت خلاص قربت، كنت متوقعهم من البدايه، لكن امبابي بيحطم الامال. كنت كاتب هنا او مصر، معرفش ازاي، لكن فرنسا هي اللي بتعملها. قول لي، هل كان توقعك صح؟ هل توقعت فرنسا وفرنسا عملتها؟ هل تفاجأت من اي حاجه في البطوله دي؟ الفيديو ده تعبنا جدا. وهل النظام اللي انا عملته كان عادل؟ احب اسمع رايك في التعليقات. واكيد انت ضغطت على زر اللايك، واليوتيوب بيقول ان الفيديو ده هيعجبك جدا. ليه ما تتفرجش عليه دلوقتي من هنا؟